للسنة الجديدة. دايما كده في نهاية كل سنة بنلاقي كل خبراء الأبراج بيطلعوا بيقولوا التوقعات بالنسبة للسنة الجديدة، وبالنسبة دلوقتي كمان للدول والحكام. وبنشوف يعني إحدى خبيرات الأبراج في لبنان بتطلع كل سنة بتقول هيحصل مش عارف لا قدر الله زلزال، مش عارف هيحصل هنا كارثة ايه، مش عارف هنا ايه، شخصية بارزة هيتم اغتيالها، حاجات كده غريبة. فبتتابعي ده وبتبقي مقتنعة بيه انه التنبؤات دي بتحصل فعلا؟ بص، الأبراج أصلها مصرية قديمة في معبد أبيدوس موجودة، و... واتاخدت اتسرقت زمان كده من سير كده انجليزي، وخدها وسافروا بيها، ودكتور زاهي وعمل علم حواس. الفلك الجديد بقى. ودكتور زاهي حواس عامل شغل جامد جدا ان هو يرجع قرص الابراج بتاعنا الزودياك، مع طبعا حاجات تانية منها حجر رشيد وحاجات كده. صحيح. لان دي حاجات ممتلكات ما ينفعش انها تتاخد، يعني مش نسخ متكرره من حاجات كتير. فالابراج انا لما عرفت انها مصريه قديمه فقلت انا لازم ادرس اشوف ايه الابراج. الافلاك او النجوم، وحتى ربنا ده بيقول لك في القران واني لاقسم بالنجوم وانهم لو تعلمون لقسم عظيم. سورة يعني النجم. يعني النجوم لها تاثير علينا زي المد والجزر، زي حاجات كتيره. صحيح. الابراج الكواكب بتؤثر علينا، على شخصياتنا، على تصرفاتنا. لكن بكره هيجرى لك كذا وبكره هيجرى لك كذا واصلك ما اعرفش ايه. يعني دي تفاصيل، مش هو ده اللي انا بهتم بيه، لكن بهتم بالكاركتر، الشخصيات عامله ازاي، شخصيات البرج ده عامله ازاي. بتلاقي صفات مشتركه كتيره. يمكن في الشخصيات دي اللي هي الابراج اللي هي احنا نعرفهم 12، عند المصريين القدماء كانوا 14 برج. حلو. الشخصيات بيبقى فيه سمات، مثلا الشخصية المائية اللي بتبقى عاملة زي المية، رومانسية، منسابة، عطاء، الناري اكتف قوي وبتاع وحاجة، الهوائي والترابي. دي التقسيمات بتاعت الابراج برضو. فدي بتأثر على الكاركتر، على الشخصية. كمان عندك العلاقات بين الشخصية دي والشخصية دي. المية والتراب يعملوا أرض خصبة وزرع وحاجات كده. المية تطفي النار، حلو. الهواء يطير المية، وهكذا. فاهم؟ الحاجات دي ده اللي اهتم بيه واهتم اعرفه. اما بشكل عام الحاجات يعني. السياسيه دي اه. ساعات على فكره بيبقى في دول بتجيب ناس ايوه. من دول، بيجندوهم يعني. بيجندوهم علشان لما تحصل الكارثه اللي هم ناويين يعملوها يبقى ممهد لها في يبقى في العالم. تمهيد ليها يعني. اه. اه. الحقيقة موسوعة يعني مش قادر أقول غير موسوعة، ما شاء الله.